إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum wa'tadilu. Mohon diperhatikan shaf, luruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ما جاءهم البينات فمن افترى على الله الكذب من بعد ما جاءهم البينات فمن افترى على الله الكذب من بعد ما جاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أقم صفوفكم واعتدلوا. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ درس في بلوغ المرام كتاب الصيام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. لا تقدموا رمضان يعني لا تسبقوا رمضان، يعني لا تتقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فما حكم صيام قبل رمضان بيوم أو يومين؟ يحرم إذا كان على سبيل الاحتياط للعبادة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز أن نعبد الله إلا بدليل من القرآن والسنة. لكن يجوز في حالات: الحالة الأولى إذا كان عليه قضاء من رمضان الماضي، والحالة الثانية إذا كان يصوم صوما معتادا كصوم الاثنين والخميس، والحالة الثالثة إذا كان صيام كفارة، والحالة الرابعة إذا كان صيام نذر، والحالة الخامسة
إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق 30 من شعبان اليوم الذي يصومه، إذا لا يجوز الصيام قبل رمضان بيوم ولا يومين إلا لمن كان له عادة. قال لا تقدموا رمضان، يعني لا تسبقوا رمضان. وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، وسمي رمضان لأنه يرمض البطن بالجوع، وسمي رمضان لشدة الحر فيه، بصوم يوم أي يوم 30 ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. يعني رجل كان معتاد، كان يصوم الخميس، كان يصوم الاثنين، ووافق 30 من شعبان الخميس أو الاثنين، فإنه يصوم. تفضل يا شيخ. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Ya, tadi Syekh menyampaikan tentang hadis di Bulughul Maram tentang ya secara umum, yaitu tidak bolehnya ya. Tidak bolehnya berpuasa ya sebelum Ramadan ya, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu yaumul syak. Ya, karena ini apa? Kenapa dilarang? Ya karena hari ini adalah hari yang penentuan di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang disebutkan Syekh tadi, kondisi-kondisi yang dibolehkan untuk berpuasa di hari tersebut. Ya, yang pertama ketika seorang itu sudah. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وفي رواية فأكملوا العدة 30. إذا رأيتموه يعني هلال رمضان، إذا رأيتموه بالعين هلال رمضان فصوموا، ابدأوا الصيام. طيب وإذا لم نره؟ وإذا رأيتموه يعني هلال شوال فأفطروا، ابدأوا العيد. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول رمضان بعلامتين: العلامة الأولى رؤية الهلال إذا رأيتموه، والعلامة الثانية إذا لم نرى الهلال حال بيننا وبين الهلال رياح أو سحاب أو غيم أو قتر أو مطر، فإن أكملوا عدة شعبان 30 يوما. لذلك الذين صاموا يوم السبت هل رأوا الهلال أم لم يروا الهلال؟ إن كانوا رأوا الهلال صيامهم صحيح، وإن لم يروا الهلال فأخطأوا، لأن الإسلام دين الله. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول كم صام رمضانات؟ من يعرف كم رمضان فرض؟ كم؟ 8 من الثاني، يعني كم رمضانات؟ 9. أحسنت. ومات في السنة 11، صام 9 رمضانات. طيب 7 رمضانات 29 يوم، ليست 30. لماذا؟ لأنه لم يرى الهلال. 29 يوم و2 رمضانات 30 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم صام بالإجماع 9 رمضانات، 7 رمضان 7 29 يوم، و2 رمضان 30 يوما. لماذا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رمضان 30 يوما؟ هل نفطر على كيفنا؟ لا. رؤية الهلال، رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن العبادة يا إخوان ليست بالعقل ولا بالهوى ولا دين الآباء والأجداد، العبادة بالدين. كيف نصوم؟ صوموا لرؤية الهلال. كيف نفطر؟ أفطروا لرؤية الهلال.
طيب إذا لم نرى الهلال نكمل شعبان 30 يوما، لأن الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 وهكذا 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 29. طيب إذا صمنا 28 يوم ورأينا هلال شوال فماذا يكون؟ يكون خطأ في الرؤية، فنعيد العيد ونقضي يوما، لأن الشهر ليس 28. إذن لكن لو رأينا الهلال صمنا 29 يوم ورأينا هلال شوال صيامنا صحيح؟ نعم، لأن الشهر 29 يوما و30 يوما. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فيدخل رمضان بأمرين: رؤية الهلال وليس الحساب الفلكي. أجمع العلماء على أن اعتماد الحساب الهلكي ضلال وبدعة، ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كيف نخالف السنة؟ نعم، تفضل. Ya, pembahasan berikutnya yaitu tentang hadis bagaimana kita memulai puasa Ramadan kita, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, yaitu tentang hadis Nabi SAW, berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah, yaitu beridul fitri juga dengan melihat hilal. Dan ini adalah diantara petunjuk yang disampaikan kepada kita dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita memulai ya puasa kita di bulan Ramadan, yaitu dengan melihat bulan muncul. Nah, oleh karena itu maka dalam Islam Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya bulan itu berkisar antara kalau tidak 29 ya 30. Nah ya, jadi 29-30 hari. Nah, oleh karena itu ini adalah cara petunjuk Rasulullah SAW untuk kita memulai berpuasa kita itu dengan melihat bulan. Kalau bulan tidak nampak, maka kita genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, ya 30 hari. Dan seperti itulah yang diperintahkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, dan beliau tidak memberikan petunjuk yang lain kecuali ya seperti itu. Ya, kalau kita melihat bulan, ya puasa. Kalau tidak melihat, ya tertutup atau mendung, ya maka solusinya kata Rasulullah SAW kita genapkan Sya'ban menjadi 30. Nah, kalaupun nanti di menjelang Idul Fitri ya di tanggal 28 terlihat bulan, ya berarti ada kesalahan kita waktu melihat di awal bulan. Nanti kata Syekh ya, maka kita mengganti di hari yang lain. Nah, ya jadi seperti itu, karena tidak mungkin bulan itu 28 hari. Berarti di awal ada kesalahan dalam melihat bulan tersebut. Maka ini kita mengganti puasa yang satu hari tersebut. Terus ya. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. تراءى الناس الهلال يعني طلبوا رؤية الهلال، أو صار كل واحد منهم يري الآخر الهلال. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته